اهم حاجة في الكشري الصلصة بتاعته، دي حاجة احنا ما نختلفش عليها. دي الحاجة اللي بتظهر طعم الكشري بتاع البيت من اللي بره. تعالوا نشوف. انا جبت معلقة كبيرة سمنة وحطيت عليها بصلاية كبيرة، هستناها تغير لون. نزلت بمعلقة توم مفروم. لما البصل بقى كده هنزل بصلصة الطماطم، نزلت عليها بالتوابل ملح فلفل اسود كمون كزبرة شوية شطة واسيبها تتسبك. المكرونة بنزل في مية مغلية فيها حبة ملح، واول ما تغلي اديها تقليبة واطفي عليها وخمس دقايق واغسلها بالمية وخلاص على كده. تعالوا بقى للسر. نزلت بمعلقة خل ومعلقة توم مفروم، وهنزل بحبة مية من المية بتاعة العدس ده عليها. والرز بالشعرية بعمله عادي جدا، ولكن